انت مش منافق، انت بتحاول تقبل من الناس. كل واحد فينا عنده نسختين، نسخه بيبقى فيها مع الناس صحابه اللي في الشغل، ونسخه بيبقى فيها مع اهله في البيت. في الشغل انت بتبقى واثق ومركز وبتعرف تهزر وبتعرف تتعامل مع الناس وبتعرف تديل مع المجتمع ومع المشاكل والحاجات اللي بتظهر قدامك. اما في البيت بطه بلدي. في البيت بقى بتبقى ساكت، مش مركز، مش عارف تتكلم مع الناس. احنا مش بنتعب من الشغل، احنا بنتعب من الشخصيه اللي احنا بنمثلها في الشغل. سؤال: هل الناس في شغلك بيحبوك؟ ولا بيحبوا النسخه اللي انت بتقدمها لهم. في ابحاث عصبيه لقت ان رفض الناس ليك اجتماعيا بينشط نفس مراكز الالم الجسدي في المخ، اكنك واخد خبطه على دماغك بالظبط. الرفض فعلا بيوجع، مش مجازا. عشان كده احنا بنمثل عشان نبقى اكسبتد من الناس، مش عشان نخدع الناس، احنا عشان نحمي نفسنا. تفتكر كده ليه الشخص البارد جذاب؟ لان دماغك بتربط الندره بالقيمه. كل ما الشخص ده ما كانش موجود، كل ما الشخص ده بالنسبه لك جذاب اكتر. ده اسمه تاثير الندره، اللي هو سكارستي افكت. اللي بيرد متاخر مطلوب وبتستناه، اللي مهتم بيتاخد كامر مسلم. يعني الشخص اللي انت بتبعت له او ما تبعت له تلاقيه تايبنج وبيرد عليك وبيتفاعل معاك، تكلمه يرد من اول رنه، ده بالنسبه لك انت بتبقى واخده اكنه حاجه انت ضامنها وضامن وجودها معاك في حياتك على طول، فدايما بتبقى مهمشه. احنا بقينا نخاف ان احنا نبان ضعاف، يمكن اكتر من نخاف ان احنا نخسر بعض. يمكن احنا مش بنمثل عشان نضحك على الناس، يمكن بنمثل عشان نعيش. بنمثل بس مش على بعض.